3 نصائح لا تنساها أبدا، واجعلها دائما بين عينيك، وانظر إليها وتمعن فيها جيدا. النصيحة الأولى: تذكر أن الأمر كله بيد الله. تذكر الأمر كله بيد الله عز وجل. انتهت القصة. الأمر بين يدي الرحمن كله. كل ذلك الذي يشغل بالك، كل ذلك الذي يوترك والقلق، لما القلق ولما التوتر ولما هذا الهم والغم؟ الأمر بين يدي الله، وكل شيء يخضع تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. النصيحة الثانية: أن الحلال خير من الحرام، والله وإن أعجبك الآن. والله تلك اللذة وتلك الشهوة وتلك أموال الحرام والبذخ والنعيم الفارغ، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فالله المستعان. فذلك الحرام والله وتالله وبالله لو خلد الإنسان في الدنيا في الحرام، والله وتالله وبالله ولو أقضى مليار ساعة في الحرام وفي لذة الحرام كالمتعة ذيك، أقصى متعة للحرام، لو يخلد فيها بعشرات الساعات، والله لا تسوى ثانية في الحلال. والله لا أقول ثانية كثير، بل جزء بسيط من الثانية والله في الحلال. فنوصيكم بهذا الدعاء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الثالثة: أن الرزق بيد الله. أن الرزق بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله، مرتبطة بالنصيحة الأولى. فعندما عرفت أن الأمر كله بيد الله، فاعلم كذلك أن الرزق بيد الله. رزقك بيد الله عز وجل، مش بيد أحد، لا مديرك ولا شريكك ولا له أبدا. هذاك سبب ما على دين، بينما السبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. هو الرزاق، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو معطاء وكريم سبحانه وتعالى لعباده جل في علاه. هو معطاء وهو رزاق غني كريم فعال لما يريد. يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، خير الرازقين سبحانه وتعالى. الرزق كله بيده، والأمر كله بيده، والحلال كله بيده. فتذكر جيدا هذه ال3 نقاط، ولا تنساها أبدا، ولا تخرجها من بالك، ولا تغفل عنها، ولا تودعها، ولا تقليها، ولا تنساها. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين المباركين إلى يوم الدين.